السبب الحقيقي ورا منع شركتك لاستخدام الفلاشات. الموضوع ده أكيد حير ناس كتير. ليه كل التعقيد ده؟ في الشرح السريع ده هنعرف القصة الكاملة، والحقيقة إن السبب ممكن يكون أخطر بكتير من مجرد شك أو عدم ثقة. طيب، مين فينا مجربش الموقف ده؟ الواحد يكون معاه فلاشة، عايز ينقل ملف مهم بسرعة، يوصلها في جهاز الشغل ومستني بقى، وفجأة يلاقي في وشه الرسالة دي بالظبط: ادخل مرفوض. إحساس بالإحباط كده، والواحد بيبدأ يسأل نفسه: هو إيه المشكلة بالظبط؟ هل العيب فيا ولا القصة أكبر من كده؟ طيب، أول حاجة بتيجي في بال أي حد لما يشوف الرسالة دي إيه؟ أكيد إنها قلة ثقة. دايما بنسمع الشكوى دي أو يمكن بنفكر فيها بينا وبين نفسنا، يا عم دي الشركة بتصعبها علينا وخلاص عشان تتحكم فينا. بس لأ، الحقيقة أعمق وأخطر من مجرد تحكم. علشان نفهم القصة صح لازم نبص للموضوع ده على إنه شارع اتجاهين. الفلاشة دي مش مجرد أداة لنقل الملفات، دي باب ممكن يدخل خطر وممكن يطلع خطر. يعني إيه؟ يعني في خطرين أساسيين. الأول، إن فلاشة واحدة بس لو عليها فيروس ممكن تدخل برامج خبيثة زي فيروسات الفدية مثلا وتدمر شبكة الشركة كلها. والتاني، وده يمكن يكون أخطر، إن أي حد يقدر ينسخ ملفات حساسة وسرية بتاعت الشركة على فلاشة شخصية ويمشي بيها من غير ما حد يعرف أي حاجة. كارثة بمعنى الكلمة. بس استنوا، الموضوع ما بيقفش عند الفيروسات وسرقة البيانات اللي كلنا عارفينها. لا، ده في تهديدات وهجمات تانية ذكية جدا وخفية، لدرجة إن كتير من الموظفين ممكن ما يكونوش سمعوا عنها خالص. يعني مثلا، هل ممكن حد يتخيل إن في هجوم ممكن يحصل على جهاز كمبيوتر معزول تماماً عن الإنترنت، يعني مفيش أي كابل نت واصل فيه؟ إزاي ده ممكن يحصل؟ الإجابة في مفهوم الشبكات المعزولة، أو اللي بيسموها air gapped. دي شبكات بتكون مفصولة فيزيائياً عن أي شبكة تانية، وخصوصاً الإنترنت. الشركات بتحط عليها أكتر بياناتها حساسية وسرية. ومنطقياً طالما هي مش على النت تبقى آمنة، صح؟ لا، مش دايماً. الفلاشة ممكن تكون هي الثغرة الوحيدة في الحصن ده. والهجوم ده بيمشي بالخطوات دي بالظبط. المهاجم بيسيب جهاز عادي متوصل بالنت، بعدين بيحط الأوامر الخبيثة بتاعته على فلاشة متوصلة بالجهاز ده. الفلاشة دي بتتاخد وتتوصل بالكمبيوتر المعزول اللي ملوش أي علاقة بالنت، وهنا الفلاشة بتشتغل كأنها جاسوس أو عميل سري، بتنقل الأوامر لجهاز المعزول وتسرق البيانات منه وترجع تاني. كل ده من غير ما جهاز المعزول يلمس الإنترنت. طب إيه رأيكم في اللي جاي ده؟ تخيلوا هجوم مش محتاج إن الواحد يضغط على أي ملف أو يفتح أي حاجة، مجرد توصيل الفلاشة كافي. بالظبط كده. في فلاشات ممكن تخدع الكمبيوتر وتخليه يفتكرها كيبورد مش فلاشة. أول ما بتتوصل بتبدأ هي تكتب أوامر وتنفذها لوحدها بسرعة رهيبة. ممكن تفتح برامج تجسس، تسرق باسوردات، أي حاجة، كل ده في ثواني ومن غير أي تدخل. والكلام ده مش خيال علمي على فكرة. دي أمثلة حقيقية وموثقة لمجموعات وأدوات قرصنة بتستخدم نفس الأساليب دي. مجموعات زي APT28 وأدوات زي Chopstick و USB Stealer كلها بتعتمد على الفلاشات عشان تخترق الأنظمة المعزولة وتسرق البيانات. يعني الخطر ده حقيقي وموجود على أرض الواقع. طيب، يبقى الموضوع مش مجرد خوف من هجمة هنا أو هجمة هناك، لا، القصة أكبر من كده بكتير. قرار المنع ده جزء من سياسات وأطر حماية عالمية. يعني إيه؟ يعني في هيئات عالمية متخصصة بتحدد معايير الأمان اللي لازم الشركات تلتزم بيها. واحدة من أهم الهيئات دي هي المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في أمريكا، اللي اسمه اختصاراً NIST. والإرشادات بتاعت NIST دي تعتبر زي الدستور كده في عالم الأمن السيبراني، والشركات الكبيرة والحكومات بتمشي عليها. ولو بصينا على الضوابط والمعايير اللي نيست حطاها، هنلاقي قسم كامل اسمه حماية الوسائط أو Media Protection، وده اللي الفلاشات بتقع تحته. يعني الشركة لما بتمنع الفلاشات هي مش بتخترع قاعدة من دماغها، هي بتطبق معيار عالمي مطلوب منها عشان تحافظ على أمنها وأمن بياناتها. طيب، بعد ما عرفنا كل التفاصيل دي، محتاجين نرجع نبص للموضوع من زاوية تانية خالص. المشكلة الحقيقية مش في نقل الملفات نفسه، المشكلة في الوسيط اللي بنستخدمه. أي فلاشة جاية من بره هي عامل مجهول، الشركة متعرفش كانت فين أو اتوصلت بإيه أو إيه اللي عليها. عشان كده الحل هو إنها توفر بدايل آمنة وخاضعة للرقابة، زي مثلا سيرفرات داخلية للملفات أو تخزين سحابي مؤمن، أو حتى فلاشات خاصة بالشركة بتكون مشفرة ومتراقبة. يعني الخلاصة إيه؟ إن السياسة دي مش موجهة ضد الموظفين ولا هي عدم ثقة فيهم.
الموضوع كله إدارة مخاطر. الشركة بكل بساطة بتقفل باب خطر كبير جدا ومش قادرة تسيطر عليه، باب ممكن يدخل منه تهديد يضيع كل حاجة. وده بيخلينا نوصل للسؤال الأخير اللي بيلخص الحكاية كلها. ممكن طبعاً استخدام الفلاشة يكون أسهل أو أسرع في موقف معين، لكن هل شوية الراحة دي تستاهل المخاطرة بأمن وبيانات الشركة كلها؟ ده سؤال مهم، والإجابة عليه هي اللي بتخلي الشركات تاخد القرار ده.